ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. وبصور لكم ده كان في يوم الأجازة، احنا خدنا طبعا لحد أجازة بقى وقلنا نعمل بقى فرح بقى عندنا أجازة. لميت المفارش وقلت اغسلها واشيل الستاير اللي انا فرشاها. انا مكنتش فرشه اصلا غير ستاير بسيطة جدا عشان ده اغسلها والجو حلو. ونبدأ ان احنا كده ندندن لحد ايه، ممكن لحد ان شاء الله قبل اخر الشهر بحاجة بسيطة كده. ندندن في البيت كده حتة حتة عشان ان شاء الله كده نفرش بقى يعني الفرشة بتاعة الشتاء. لميت الستاير انا بعملهم يا بنات عندي في الغسالة على الدورة اللي انا كنت قايلاكوا عليها اللي هي عليها رسمة الفراشة دي نص ساعة. طبعا العصر فيها بيبقى مش جامد وبتطلع وريحته حلوة بتطلع في نفس الوقت ناشفة، بتقعد 10 دقايق على الحبل وبتشيلها. والمفارش زي ما انتوا شايفين بحطها في الطبق على شوية معطر وبرضو اصفيها واشيلها وتمام، يعني 10 دقايق برضو نص ساعة بالكتير وبتبقى ناشفة. لو هي صفت كويس ما بتاخدش كمان حتى ال10 دقايق. كان عندي بقى إيه انا كنت قبلها بيوم مسحت البيت المسحه الاسبوعيه بتاعتي، بس ما كنتش يعني ايه لمعت الخشب بتاعي، قلت اسيبه كده في يوم تاني لان كان اليوم بتاع التنظيف ده كان عندي حاجات كتير جدا وحرفيا انا ما قعدتش. فقلت بقى خليها تاني يوم. دايما انا بقسم تنظيفها الاسبوعيه على كام يوم. بعمل يوم البلكونات والسلم مسحه حلوه كده بضمير، وتاني يوم بقى اعمل ان انا امسح الشقه كلها، بشيل كل الفروشات اللي على الارض كل الحفاظات. هو احلى حاجه بقى الوقت اللي هي كلها حفاظات على الارض فبتشتغل بصراحه بكل سهوله. عن طبعا السجاد وكده، السجاد انا ما بقدرش ان انا اشتغله على طول لانه بيبقى تحت الخشب وكده وتقيل فما اقدرش اشتغله، لكن الحفاظات حلوه جدا بشتلها واقوم حطاها. حتى الشرايط بتاعه الاوض وكده برضو حافظات فبشيلها واحطها بسرعه جدا، على الاقل بتتشمس والبيت كله بيتشمس. واحلى حاجه في الصيف اللي هو التشميسات السريعه كده اللي انت بتعرفي تشمسي وتشيلي وتحطي وتحسيش ان البيت اللي هو ايه برد كده، لا ده هو اتنعنش كده وجميل. برضو لفيت كده على النجف بتاعي بكل سهوله. مش عارفه هو جوانتي او ايه، هو جوانتي ده بمر عليه على النجف كله بسرعة جدا. ولو حسيت ان يعني ان النجفة يعني ايه فيها بقع او اي حاجة من دي فبجيب الجلانس، ما لقيتش فاقوم بلمعها تلمعة كده على سترام. ما بستخدمش انا الجلانس كل مرة خالص في اي تلمعات، حتى بستخدموش انا الا كل فتره كبيره. خلاص كده كنت انا صفيت المفارش بتاعتي واخدها بقى افرش. اليوم ده انا اتفقت مع الولاد من اول الاسبوع نحوش البسكوت الساده عشان اعمل لهم حاجه حلوه بيه اخر الاسبوع. فاستغليت بقى كمان اليوم الاجازه ده اللي هم قاعدين فيه ما كانش عندهم دروس، قلت نعمل مع بعض التشيز كيك القمر السريع الاقتصادي ده. طبعا فرمت كل البسكوت اللي كان موجود عندي بالكبة وحطيت عليه يعني معلقتين 3 من الزبدة كده لحد ما يبقى شبه الرملة الناعمة اللي انا اقدر ان انا ابططه بيها. انا ما بعملش يا بنات بمقدار، انا بعمل يعني ايه زي ما يقولوا كده بالنظر بحس بالحاجة. عشان يعني انا عاملاها كذا مرة او اخدت ان انا عليها على قوامها فبقيت اعرف ان هي تتعمل ازاي. انت بتعملي البسكوت لحد ما تحسي ان هو شبه الرمله اللي هي عليها ميه، شبه الرمله العلامه اللي انت تقدري تبططيها بيها. مقلعتين بقى 3 يعني على حسب ما بتاخد معاكي وعلى حسب البسكوت بتاعتك والكميه بتاعته. انا حطيت الميه المتلجه بتاعتي وحطيت السكر ودوبته الاول لان السكر عندي كان حبيبات خشنه ما كنتش عايزه ان هو يبان في الكريم شانتيه. وحطيت الكريم شانتيه برضو ما حطيتش الكريم شانتيه عندي بمقدار. انا بحط مثلا على كوبايه او كوبايه ونص على حسب قوام الكريم شانتيه. ببدا بكوبايه ما احس ان هو تقيل اقوم ضايفه نص كوبايه، ما حسيتش ان هو تقيل بقوم ضايفه على قد الكوبايه بس. لان الكريم شانتيه برضو انواع وساعات بيجي انواع نوع كده ما بيستحملش السوائل خالص ساعات بيبقى كويس. وحطيت 3 مثلثات من الجبنه المثلثات ورشه من الفانيليا ومقلعه من الكريم بس عشان اعزز بيها الطعم. الجبنه المثلثات اللي عندي كان جبنه نوعها عادي خالص. هي بس ضافت له دسامه بسيطه كده. وبدات ان انا اعمل طبعا انا ما عملت الاول حاجه البسكوت بالزبده وبططته حطيته في الفريزر، ورجعت عملت طبقه الكريم شانتيه ورجعت برضه حطيتها في الفريزر عشان نعمل مع بعض الطبقه الثالثه. كنت هعمل مكرونه بالجمبري فسلقت المكرونه. كنت بعمل عشان
سلقت المكرونه، قلت تستلق عقبال ما اعمل الجناش بتاعي. الجناش بتاعي بحط مقلعتين 3 بنات من الميه، عليهم مقلعتين من الكريم شانتيه، وبحط مثلا مكعبين او 3 مكعبات من الشوكولاته الخام اللي هي السما. بحط الاول الكريم شانتيه مع الميه، اقوم مدوباهم، واما يغلوا كده اقوم نازله عليهم بالشوكولاته، وافضل كده اقلب واطفي بقى وافضل اقلب بقى. كنت عايزه بقى اعمل الجمبري، فتبلته الاول بكمون وفلفل اسود وملح. قعدت في التتبيله كده بتاع ساعتين، ورجعت بقى ايه نزلته بمقلعه، ما شوحته في مقلعه سمنه وتومه، ولحد ما غير بس لونه كده في 5 دقايق بالظبط غير لونه. فقلت خلاص بقى انا كده هو تمام، فاشيله. شيلته بقى، وفي نفس شيلته وفي نفس الحله اللي مكان الجمبري عشان تاخد كده طعم الجمبري. قلت اعمل الصوص الابيض اللي هو شبه البشاميل العادي جدا، باضافه بس بسيطه هقولها معاكم. حطيت مقلعتين من الدقيق على مقلعتين من السمنه، او ممكن مقلعه سمنه ومقلعه زبده، او مقلعه سمنه ومقلعه زيت على حسب المتاح عندك، بس السمنه بتديله طعمه حلوه شويه. وبدات ان انا اقلب الدقيق مع الزبده لحد ما هما يحسوا ان هما استووا شويه، ان الدقيق استوى شويه، وبنزل عليه بلتر الا كوبايه من اللبن. الكوبايه التانية بعمل بقى فيها بنات بقى اخداها على الخلاط، واحط عليها من 3 ل4 مثلثات من جبنه المثلثات ومقلعه من الدقيق، واقوم خلطاهم كده مع بعض في الخلاط، واقوم منزلهم على الصوص بتاعي. ده بديل بقى يا بنات لكريمه الطهي، بتديها دسامه وطعمها جميل، وفي نفس الوقت بديل اقتصادي لكريمه الطهي لان طبعا غاليه. لو في الامكان ان انت تجيبي كريمه طهي طبعا هيكون كويس، بس دي بتدي نفس القوام ونفس الطعم، بجد تحفه يعني تحفه. انا جربتها دي تاني مره اهو، وبجد جميله جدا. كمان بتحطي طبعا بهارات، اي بهارات انت عايزاها، وتظبطي بقى الملح بتاعك، وتراعي ان مثلا الجمبري فيه ملح، ولو انت سالقه المكرونه وحاطه فيها ملح. خلاص الصوص بتاعي كان اتعمل، فانا كنت بقى خلاص الجناش كان برد، والكريم شانتيه كنت اللي هو الطبقه التانية بتاعه التشيز كيك كنت حطيتها في الفريزر. طلعتها عشان احطها، وبعد كده ادخلهم كمان في الفريزر. كل ما بتقعد يا بنات في التلاجة كل ما القوام الجناش ده بيتقل، وبيبقى شكله حلو وطعمه حلو، وبيديك سمك كده، يعني بيديك الثلاث طبقات 3 طبقات كده. انا خلصته ودخلته على الفريزر، وكنت خلصت الصوص الابيض معاكم، وسلقت المكرونه، وعملت الجمبري. الخطوه بقى الاخيره يا بنات دي تعمليها وانت خلاص هتغرفي، يعني انت بتغرفي هتاكلي، مش تعمليه مثلا ان انت تطبخي تخلصي اكل وتسيبيه وتسخني، لا الصوص هيتقل وهيديش معاكي اللي هو القوام الجوسي اللي انت تحباه دي. حطيت بقى المكرونه على الصوص، وحطيت شويه جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، دي برضو مطه جميله قوي قوي مع الجمبري بقى، وقلبتهم كده مع بعض. يعني ياخدوا مثلا غلوه بسيطه جدا جدا، هو يسخنوا بس كده مع بعض، ونقوم مقلبينهم، وخلاص كده بألف هنا وشفا، ونغرفهم كده على طول. وفي اخر اليوم بقى حبه روقان، حبه تدوق بقى بعد شويه الشغل بتاع اليوم دول. جبت التشيز كيك مع الكوكيز القمر دي. عملت الكوكيز مع نفسي، انا كنت عاملاها معاكم كذا مره قبل كده، ولو انتوا عايزين هنزل لكم الطريقه بتاعتها. آه، طعمها رهيب، انا لسه عندي لحد دلوقتي في التلاجة، بقالها يومين اهو، وما شاء الله طعمها تحفه. وفي نفس الوقت يعني مش مكلفه قوي، زي ما انت هتجيبي قطعه تشيز كيك من بره هتجيبي القطعه بكام. طعمها حلو برضو، يعني جميل ودسم وكل حاجه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجه بسيطه. متنسوش في اللايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم.